ذات يوم رأى سيدنا سليمان عليه السلام غرابا عجوزا انهكته السنين، ولاحظ أن إحدى عينيه مفقودة، فسأله عن السبب، فأجابه الغراب: إنها قصة طويلة مليئة بالغرابة. فطلب سيدنا سليمان عليه السلام من الغراب أن يقص عليه قصته. وفي يوم من الأيام بينما أن محلق في الهواء رأيت ضوءا ينبعث من الأرض كأنها أشعة الشمس، فدنوت شيئا فشيئا من الضوء لأري ما مصدره، ورأت أمر عجيبا حقا. قال سيدنا سليمان: ماذا رأيت؟ فأجاب الغراب: كانت بلدة مبنية أسواها من الذهب، وجدرانها كلها من الذهب، وفيها من الأنعام والخيرات كل شيء، وكل ما يمكن أن يذكره الإنسان تجده هناك. فسأل سيدنا سليمان عليه السلام: ماذا عن أهلها؟ فقال الغراب: كرمهم فاق كل كرم. فما عهد الغراب أن يكرمه الإنسان؟ نعم، قد أكرمني أهلها، بعير نحر لأجلي، ومكثت هناك شهورا ثم غادرتهم لأجول من جديد في باقي بقاع الأرض والسماء. وبعد عدة سنوات عدت إلى هذه البلدة، فوجدتها قد أصبحت كلها فضة، ولم يعد هناك سور ذهبي، والأهالي أيضا أكرموني هذه المرة، ولكن بشاه بقيت عندهم شهورا قليلة، ثم ذهبت وأنا لا أعرف سبب هذا التغير. فسأل سيدنا سليمان عليه السلام: هل عدت إليهم من جديد؟ فقال الغراب: أجل، عدت بعد عام، ولكن حال البلد ساء أكثر. مرت سنة أخرى ثم عدت لأتفقد أحوال هذه البلدة، لعل حالها قد عاد لما كان عليه، ولكن هيهات، فقد وجدت مدينة طينيه أهلها لا يجدون ما يأكلون، ضاعت منهم كل أرزاقهم. دنوت من أهلها لأعرف سبب هذا، ولم أتمكن إلا من سماع أن هذا الفقر سببه الحية اللعينة. وإذا بي أصبت بحجر فقأت عيني، لقد كانت من صبي أراد اصطيادي ليأكلني من شدة الجوع، فهربت مسرعا. بعد سماع قصة الغراب قرر سيدنا سليمان عليه السلام زيارة هذه المدينة ليعرف تفاصيل أحوالها الغريبة، وطلب من الغراب أن يدله عليها. وعندما وصل إليها سيدنا سليمان سأل أهلها عن سبب فقرهم، فأخبروه أن منع خيراتهم كانت بئرا كبيرة بالمدينة، وكانت المدينة مبنية من الذهب. وذات يوم أتت حية عظيمة سكنت البئر، وبدأت تقل موارد البلدة شيئا فشيئا، حتى أصبح من المستحيل إخراج الحية من البئر، لأن الرمال قد غطتها بالكامل، وبالتالي ساء حال أهل البلدة حتى أصبحوا لا يجدون ما يأكلوه. أمر سيدنا سليمان عليه السلام: الريح أن تهب علي البئر لتخرج منها الرمال. وبعدها خرجت الحية من البئر بعد أن حبستها الرمال هناك لسنوات، فضربها سيدنا سليمان عليه السلام وجنوده على رأسها حتى ماتت. كان اسم الحية هو لس. اقتلع سيدنا سليمان نابيها، كان كبيرين نظرا لعظمة الأفعى التي ملأت بئرا، وجعلهما بابا كبيرا للمدينة، وسميت بذلك المدينة نابلس، ومع مرور السنين أصبح ينطق اسمها نابلس.